السلام عليكم. مباراة قطر وسوريا ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات من كأس العرب 2025 المقامة بقطر. موعد المباراة، القنوات الناقلة والمعلقون وتشكيلة الفريقين. يترقب الجميع مواجهة مصيرية بين منتخب قطر ونظيره السوري مساء اليوم الخميس على استاد خليفة الدولي ضمن منافسات الجولة الثانية بمرحلة المجموعات بكأس العرب 2025. المنتخب القطري يستهدف تعويض تعثره في جولة افتتاحية أمام فلسطين وتحقيق الفوز الأول لإنعاش آماله في التأهل وتجنب الحسابات المعقدة على أرضه وبين جماهيره. وفي المقابل يسعى المنتخب السوري إلى استغلال المعنويات العالية بعد تصدره للمجموعة برصيد 3 نقاط عقب الفوز على تونس لخطف بطاقة التأهل المبكر والخروج بنتيجة إيجابية. وتنطلق صافرة بداية اللقاء اليوم الخميس الموافق للرابع من ديسمبر 2025 على الساعة 6 بتوقيت المغرب تونس والجزائر، والساعة 7 بتوقيت فلسطين مصر ليبيا والسودان، والساعة 8 بتوقيت سوريا قطر والسعودية والعراق واليمن، والساعة 9 بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان. وستنقل هذه المباراة مباشرة عبر قناة بين سبور المفتوحة عبر النايل سات بتعليق حسن العيدروس، وعلى قناة دبي الرياضية واحد بتعليق عبد الحميد الجسمي، وعلى قناة الشارقة الرياضية بتعليق موسى عبده، وعلى قناة عمان الرياضية بتعليق سالم السالمي، وعلى قناة الكويت الرياضية بتعليق جعفر الصليح، وعلى قناة منصة شاشة بتعليق محمد حسين. وسيدخل منتخب سوريا هذا اللقاء بالتشكيلة التالية: في حرس المرمى شاهر الشاكر، في خط الدفاع أحمد فقيه، عبد الله الشامي، خالد كردغلي، وزكريا حنان، في خط الوسط سيمون أمين، إنمار إبراهيم، ومحمد الخدي، في خط الهجوم محمود الأسود، عمر خريبين، ومحمد الحلاق. أما بخصوص منتخب قطر فسيدخل المباراة بالتشكيلة التالية: في حرس المرمى محمود أبو ندى، في خط الدفاع لوكاس مينديز، أيوب محمد العلوي، هاشمي الحسين، سلطان البريك، في خط الوسط أحمد فتحي، عاصم ماديبو، محمد المناعي، في خط الهجوم أكرم عفيف، محمد خير، وأحمد علاء الدين.